أكمل ريال مدريد عقد المتأهلين للدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بالفوز بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في إياب ثمن النهائي ليضرب موعدا مع أرسنال الأنجليزي. الريال كان عليه أن يحسم النتيجة بعدما حصل كيليان مبابي على ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 67 بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء خلال محاولته اختراق دفاع أتلتيكو مدريد، وحيث تولى فينيسيوس جونيور مسؤولية تنفيذ الركلة وسط آمال جماهير الفريق الملكي في تعديل النتيجة، إلا أن النجم البرازيلي لم ينجح في ترجمتها إلى هدف ليهدر فرصة ثمينة كانت كفيلة بإعادة ريال مدريد إلى أجواء اللقاء ومنحه بطاقة التأهل مباشرة. الريال الذي تأهل إذن على حساب أتلتيكو مدريد بعد إلغاء هدف ألفاريز. أثيرت هذه الحالة نوعا من الجدل عقب هذا الإلغاء لنادي أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، والتي نفذها جوليان ألفاريز واعتبرها الحكم ضائعة خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو في إياب دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتم اعتبار أن قدم ألفاريز اليسرى لمست الكرة قبل التسديد، لذلك تم إلغاؤها ليفوز ريال مدريد ويتأهل لربع النهائي دوري أبطال أوروبا. فهل كان الحكم على صواب، أم أن إلغاء هدف ألفاريز سرقة انتصار محقق لأتلتيكو مدريد؟ تفاصيل ما حدث في لقاء ريال مدريد وأتلتيكو، وتحديدا إلغاء ركلة جزاء التي سجلها ألفاريز. المسألة ببساطة ودون أي تعقيد، القانون كان واضح حيث ينص على أنه لا يحق للاعب المنفذ لمس الكرة مرة أخرى قبل أي لاعب آخر، وإذا فعل ذلك ركلة جزاء لا تحتسب ولا تعاد. هل ألفاريز إذن لمس الكرة مرتين؟ نعم، كما توضح الكاميرا. هل ألفاريز اعترف بأنه لمس الكرة مرتين؟ نعم. هل هناك فيديو يكشف اللمس؟ نعم. هل كانت هناك حالة سابقة مثل ما حدث مع ألفاريز وتم إلغاء الهدف؟ نعم، كانت حالة سابقة مع رياض محرز في مقابلة ليستر سيتي أمام مانشستر سيتي.